السلام عليكم. لو عندك مشكلة في الألعاب بصورة عامة أو في الجهاز وحاسس إن هو تقيل وأداؤه مش زي ما هو يعني ما أنت جبته كده من أول مرة، من أول ما اشتريت الجهاز أداء الجهاز حسيته قل، فغالبا دوت بسبب امتلاء الكورس سي. طبعا الكورس سي دوت أهم حاجة تقريبا في الكمبيوتر كله، لأن هو بيبقى عليه السيستم بتاع الجهاز والويندوز بينزل عليه وكل الملفات. ازاي بقى نفضي مساحة السي دوت؟ مبدئيا كده زي ما انتم شايفين انا عندي 12 جيجا و7 من 10، لان انا كنت مفضي، انا كان فاضل لي 2 جيجا بس، لكن عملت الخطوات ديت انا الصراحة مجمعها من كذا فيديو، وقلت اعرضها لكم لان افيدكم بيها وكده يعني. فممكن النتيجة في الآخر ما تبقاش عندي بنسبة كبيرة، لكن ده عشان أنا عملت وفضيت، يعني لسه مفضي الحاجات من يومين، فمش هتلاقي ملفات كتير اتعملت. وخلينا قبل ما نبتدي ندعي لفلسطين، ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. اول حاجه معانا هنكتب الامر اللي ظهر قدامكم في الشاشه دوت بريفيتش في قائمه الرن. قائمه الرن دي ممكن تتفتح من 3 حاجات. اول حاجه لو احنا عندنا علامه السيرش هنا بس انا للاسف مش ظاهرها، بتكتبوا كلمه رن وهتلاقوها. تاني حاجه هنفتح هنا قائمه ستارت وهندوس على الكيبورد نكتب كلمه برضو رن، هنلاقي رن ظهرت معانا. او ممكن نعمل اختصار من الكيبورد اللي ظاهر صورته قدامكم، هنضغط على علامة الويندوز او الويندو وحرف الار هيفتح معانا، هنكتب فيه الامر دوت، هتلاقوه برضو في الوصف، ممكن تاخدوه كوبي بيست. طيب اي حاجة هنا في البريفيتش هنمسحها، ما عنديش انا غير دوت فهمسحه. شيفت وديليت، او تمسحه من ديليت وبعد كده تمسحه من الريسايكل. تمام، دي اول خطوة معانا. تاني خطوة برضو هنفتح ملف الرن أو القائمة بتاعة الرن، وهنكتب فيها الأمر برضو اللي ظاهر قدامكم على الشاشة دوت temp أو temp أو temperature اللي هي الملفات المؤقتة. بنضغط على أوكي، هنلاقي ملفات كتير، هنضغط على كنترول وإيه، تمام، عشان نحددها كلها، أو بنسحب الماوس كده بإيدينا لغاية ما ناخد كل الحاجات، وبعد كده بنضغط برضو على شيفت وديليت، او ممكن كليك يمين ونختار ديليت، وبعد كده نروح على الريسايكل بن بنضغط عليها كليك يمين، وطبعا بنحددها الاول وبعد كده ندوس على امبتي سايكل بن، هتجيلنا رسالة وندوس. الخطوة اللي بعديها ليها علاقة بيها برضو، هنكتب برضو هنفتح قائمة الرن، تمام، وهنكتب تمب، بس هنكتب قبليها وبعديها علامة البرسنت أو اللي في المية ديت اللي هي شيفت و5، وهنكتب كلمة تمب وهندوس شيفت و5 تاني، وبعد كده نضغط على اوكي، هيفتح لنا برضو الملفات ديت وهنمسحها. تمام، ولو جات لنا رسالة تراي اجين ممكن نقعد ندوس عليها لغاية ما تشتغل، لو ما ظبطتش ممكن بقى نعمل سكيب وخلاص. الملفات دي مش عايزة تتمسح لأن في حاجة غالبا مفتوحة، فمش عايزة تتمسح معاها. تمام، في خطوتين دلوقتي هنعملهم، وهي خطوات الديسك كلين اب. الديسك كلين اب دوت بنفتحه من، نروح على لو انت طبعا ويندوز 10 نروح على سيتنجز، تمام، هنستنى لغايه ما السيتنجز تفتح معانا، وبعد كده نروح على كلمه سيستم، بعد كده هنضغط على كلمه ستورج، هنلاقي الاوبشن دوت نعلم عليه، دوت بيخلينا يفضي يعني الريسايكل بن بشكل دوري. تمام، وهندوس هنا على configure storage since run it. تمام، هنعلم على العلامة الأولى زي ما قلنا، وبيقول لك عايز تمسحه امتى، يعني بشكل دوري ولا يبقى فيه مساحة قليلة.
اعملوها بقى زي ما انتوا عايزين، ممكن تخلوها بشكل يومي او اسبوعي او شهري او لما المساحة تبقى قليلة. تمام. طيب هنا برضو هنختار ان هو يمسح لنا التمبريتشر فايل بشكل دوري. برضو نختارها يا اما كل مثلا 30 يوم، كل اسبوعين، براحتكم انتوا اللي بتعملوها، لان هنا هيمسح برضو الحاجات بشكل اوتوماتيك يعني. تمام. وديت هنسيبها نيفر. ده بيقولك لو عايز تمسح الملفات اللي في الداونلودز دي هنسيبها نيفر، لان ملفات الداونلودز اكيد بنستخدمها كلها، سواء برامج او غيرها بقى او سورسات لالعاب او برامج. طيب هنضغط على كلين ناو. تمام. هو هيعمل كلين دلوقتي للسي. دي نفس بديلة للخطوة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. بس يخلص، هو مش هيطول الكلين اب دوت، ما بيطولش. هو كده خلاص خلص، مسح لي 900 كيلو زي ما قلت لكم، لان انا لسه عامل الخطوة ديت قبل كده. هنا برضو ممكن في الخطوات اللي هنا التمبريتوري فايل ممكن برضو تمسحوها لو مش عايزينها هنا. بس هنا ما تعلموش على كلمة داونلودز، ان هنا بتحددوا بقى اللي انتوا مش عايزينه، وبعد كده بتدوسوا على ريموف فايلز. بصوا يعني ويندوز ابديت كلين اب، الحاجات دي ملهاش لازمة قوي. آه، لو في حاجات مثلا نازلة قبل كده للويندوز، لان لما بتنزل تحديث للويندوز في برامج او ملفات بتفضل موجودة من الويندوز القديم عشان تعمل له باك اب وكده، فبتبقى واخدة مساحة كبيرة من الكورس اللي هو السي. الخطوة اللي بعد كده ليها علاقة زي ما احنا قلنا بالديسك كلين اب. بنضغط على البي سي، بعد كده كليك يمين على السي، وبنختار اخر اختيار بروبرتيز، وبعد كده بنضغط على ديسك كلين اب. طبعا ده احنا عملنا الخطوات دي قبل كده، بنعلم على الكلام ده كله. تمام. وبعد كده نخش على كلين اب سيستم فايلز. ده برضو عشان لو في ملفات ليها علاقة بالتحديث القديم بيمسحها. تمام. هو هيمسح بقى الكلام اللي ملوش لازمة، وهنشوف ايه النتيجة. طيب بعد ما بيخلص بيجي لنا القائمة ديت، هنضغط الأول هنا على اوكي. والأول بس لو في ملفات عايزينها مثلا في الريسايكل بين ولا حاجة، اتأكدوا ان هو هيفضيها. وهنضغط على اوكي، بعد كده هنضغط على كلمة ديليت. هنستنى لغاية ما يخلص معانا تاني، وبعد كده هجيلكم على آخر خطوة معانا. طب يا شباب كده زي ما انتم شايفين، المساحة ما شاء الله بقت 15 جيجا فاضية، يعني فضلي تقريبا 3 جيجا ولا حاجة. وفاضل معانا آخر خطوة، هنروح هنا على السيتنجز برضو. تمام. هنروح على نكتب هنا الابس. تمام. هيفضل يحمل معانا هنا، هتستنوا لغاية ما يجمع. شايفين الفلتر دوت، هتخلوها لوكال ديسك سي. تمام. وبعد كده هتعملوا حسب السايز. تمام. هنا هيجيب لك البرامج اللي انت محملها كلها على السي. لو في برنامج مش عارفه، برنامج ما بقتش بتستخدمه، يعني مثلا البرنامج ده انا ما بستخدمهوش، هنضغط هنا انستول وهنمسحه. يعني بيقول لك هو واخد 500 ميجا البرنامج لوحده، هنمسحه وهو هيمسح معانا. وكده انت تقدر تمسح اي برنامج انت عايزه، سواء في السي او في اي مكان تاني لو عايز تفضي برضو مساحة. تمام. طبعا ممكن ترتب حسب المساحة، ممكن ترتب حسب تاريخ التحميل، ممكن ترتب حسب الاسم كمان لو انت حابب تمسحه. طيب انا هشوف البرنامج دوت هيرضى يمسح. اصلا ساعات برامج خلي بالكوا بتتعلق ما بتقدرش تمسح، بتحتاج مثلا حاجات معينة عشان تتمسح. فخلينا نشوف هيتمسح معانا. طيب البرنامج اتمسح معانا الحمد لله. هنضغط على كلوز، هنبص كده مثلا على مساحة السي، هنلاقيه ان هو بقى 16 جيجا ونص. فاضل كده اخر خطوة معانا. اخر خطوة معانا وهي هنبحث على الملفات الكبيرة اللي موجودة في السي، وبيقولوا ان هي بتنفع برضو في البارتيشنات التانية. اما نضغط هنا على السي، وشايفين كلمة السيرش، سيرش لوكال ديسك ديت فوق على اليمين، هنكتب فيها الامر دوت. هنضغط فيها هنكتب سايز، بعد كده نقطتين، وبعد كده جيجانتيك. طبعا هتلاقوا الامر مكتوب ظاهر قدامكم في الشاشة، وهتلاقوه تحت في الوصف، ممكن تاخدوه كوبي وبيست وتعملوا هنا بحث.
هو غالبا مش هيلاقي عندي حاجة لان انا لسه ماسح ملف. وبرضو يعني عايز اقول لكم اتأكدوا الاول من ان الملف دوت خاص بايه. هو بيجيب لك ملفات ممكن تكون خاص بلعبة مثلا بتلعبوها او ببرنامج بتستخدموه. آه، فما تمسحوش اي حاجة كده وخلاص عشان ما تجوش تندموا بعد كده. فانتوا هتضغطوا على يعني انا هشوف بس هيلاقي الملف ولا لا. لو مش هيلاقي هقول لكم هتعملوا ايه عشان تعرفوا الملف دوت تبع ايه بالظبط. طب يا شباب للاسف ما لقاش في السي، لكن انا دورت في بارتيشن تاني مثلا عشان اوريكم. هنا مثلا لعبة اساسن كريد زي ما انتم شايفين، هتدوسوا كليك يمين وبروبرتيز وتشوفوا اسم الحاجة تبع ايه. لو تبع حاجة انتوا بتستخدموها ما تمسحوهاش. انما لو حاجة انتوا مثلا ما حملتوها من فترة وما بتلعبوهاش او ما بتستخدموهاش يعني وكده ومش مهمة عندكم، فبتمسحوها عادي، بتدوسوا كليك يمين عليها وتعملوا لها ديليت او شيفت ديليت. يفضل لو انتوا مش هتستخدموها تاني اعملوها شيفت ديليت عشان تفضوا مساحة. طيب لما بصينا بقى كده على السي هنلاقي ان احنا عندنا زي ما احنا قلنا فضينا تقريبا 4 جيجا ولا حاجة. بقى 16.8 وبس. ده كده هيوفر علينا يخلي الجهاز يقدر ياخد نفسه مبدئيا، وهيخلي لو انت عندك مثلا الجهاز بيهنج اثناء اللعب او اي حاجة ممكن كمان تلاقي التهنيج ده خف كتير عن الاول. واهم حاجة هو السي كده تحاول ايه تفضيه اول باول زي ما احنا قلنا. تعمل الخطوات دي كده كل فترة عشان ما كل ما بتسيبه اكتر كل ما بيخزن ملفات اكتر وبياخد مساحة اكتر. خاصة لو انت بتعمل تحديثات للويندوز بشكل مستمر هتلاقوا ان المساحة بتاعة السي بتقل واحدة واحدة لغاية ما هتلاقيه مليان والجهاز بتاعك تقل على الاخر. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. وان شاء الله برضو الفيديو الجاي هيبقى شرح خاص بلعبة معينة. واشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.